مهم، الله دائما يذكر اسمه بالقرآن الكريم، بحيث انذكر بالقرآن 136 مرة. اليوم راح احكي لكم قصة النبي موسى عليه السلام، اكثر نبي انذكر بالقرآن الكريم. قبل ما نحكي عن النبي موسى، خلينا نحكي شوية عن شخص اسمه فرعون، لأن فرعون شخصية أساسية بهاي القصة. منو فرعون وشنو سالفته؟ فرعون عبارة عن ملك طاغي ومتكبر، كان يحكم مصر قبل أكثر من 1400 سنة قبل الميلاد. بهاي الفترة اللي كان يحكم بيها فرعون مصر، كانت الناس بذيك الفترة تعبد الشمس، وبيهم يعبدون تماثيل، وبيهم يعبدون حيوانات، لحد ما اجى هذا اللي اسمه فرعون وصار ملك. من صار ملك صار كلش مغرور، لدرجة قام يقول أنا ربكم، فخلى الناس بمصر كلها تعبده. العالم بذيك الفترة كانوا يخافون منه، لأن هو كان ملك طاغي، فاضطروا الكل يعبدون فرعون، بيهم المقتنع انه هو رب، وبيهم الخايف منه ومجبور يعبده. طبعا بذيك الفترة مصر كانت بيها صنفين من الناس، صنف يسموهم الأقباط، وهذول الأقباط هم اللي كانوا يحكمون مصر، اللي من ضمنهم فرعون، وقسم ثاني يسموهم بني إسرائيل، وهذول بني إسرائيل كانوا فئة عبارة عن عبيد وناس فقيرة. فرعون كان مستغلهم ومشغلهم عمال وخدم عنده، فكان كلش مأذيهم. فتخيل انه هذا فرعون كان هو بنفسه معتقد انه هو رب، مو دا يضحك على العالم، حتى اهله وجماعته معترفين بيه انه هو اله، بحيث عائلة فرعون قبل او الفراعنة بشكل عام يعتقدون الدم اللي يجري بجسمهم هو دم مال اله، فما يصير يتزوجون شخص غريب، لأن يعتقدون انه دم اولادهم راح يختلط بدم انسان عادي. فلهذا السبب قبل الملوك الفراعنة كانوا يتزوجون خواتهم حتى ما يختلط نسلهم ويا بقية البشر. ففرعون باختصار كان عنده جنون عظمة. جنون العظمة هو عبارة عن مرض يصير عند بعض البشر، خصوصا البشر اللي يستلمون السلطة أو البشر اللي يعلى شأنهم، أو من يصيرون ملوك يقومون يشوفون نفسهم على العالم ويصيرون متكبرين. فهذا المرض كان عند فرعون، ومثل ما مذكور بالقرآن فرعون قال أنا ربكم الأعلى. فبيوم من الأيام هذا فرعون حلم، فشاف بهذا الحلم على أساس اجت نار كلش قوية، حرقته وحرقت القصر مالته وحرقت شكو واحد يؤمن بيه، وهاي النار عافت شكو واحد من بني إسرائيل اللي هو كان مستغلهم ومشغلهم عبيد عنده. فقعد فرعون كلش مرعوب وخايف، فراح على الكهنة مالته. الكهنة هذول كانوا ناس يديرون المعابد مال فرعون، فصاحهم وحكالهم الحلم مالته وقال لهم اريدكم تفسروه الي، شنو معنى هذا الحلم اللي حلمته؟ فهذول الكهنة قالوا له راح ينولد طفل من بني إسرائيل يسلب كل شي من عندك وياخذ الحكم منك وما يبقى عندك أي شي. ففرعون تخبل وانزعج كلش، لحد ما أمر الجيش مالته وقال لهم اريدكم تروحون على بيوت بني إسرائيل تقتلون شكو ولد ينولد عندهم بهاي الفترة، وما تخلون ولا ولد عندهم.
ففعلا راحوا على النساء هناك وشكوا وحدة يشوفوها تخلف ولد، ياخذوه منها بالقوة ويقتلوه، لحد ما اجت لحظة ولادة النبي موسى عليه السلام. طبعا النبي موسى أمه كانت من بني إسرائيل، يعني بس يدرون بيها خلفت ولد راح يقتلوه، فإن ولد النبي موسى عليه السلام. من انولد أمه ظلت خايفة وضامته وتدعي رب العالمين إنه ما يكشفوها.